السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم جميعا، وإن شاء الله رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. برنامجنا لحياة أجمل هو 30 حلقة 30 يوم رح نعيشهم مع بعضنا رحلة إن شاء الله نكون مع بعضنا فيها خلال شهر رمضان المبارك. من خلالها تكتشف نقاط الضعف عندك، ونحاول إن شاء الله تعليمك كيف تقوي هاي نقاط الضعف، وتكتشف نقاط القوة وتعززها عندك وتستثمرها من خلال السيطرة على الفيل الذي في داخلك. الفيل اللي أنا أقصد فيه هو العقل اللاواعي، أو البعض يطلق عليه اسم العقل الباطن. العقل الباطن هو اللي نعمة امتلاكها يعني يجعلنا نحمد رب العالمين عليها، ومن خلال هذا العقل نحن نختزن فيه المشاعر، هو يختزن فيه القناعات وشخصيتك وعاداتك اليومية اللي أنت بتقوم فيها. قوتك وقوة حفاظك على صحتك النفسية، وقوة حفاظك على صحتك النفسية وصحة أولادك وصحة أولادك هو تكمن في قدرتك على السيطرة على هذا العقل اللاواعي من خلال تطبيقك ومتابعتك إلنا في هذا البرنامج لحياة أجمل خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله. عزيزي المشاهد، في حلقتنا الأولى اليوم من برنامجنا لحياة أجمل رح نتكلم عن حاجة مهمة جدا، اللي هي إلها أثر كبير جدا، أثر سلبي وأثر إيجابي، حتى نتخلص من الأثر السلبي ونحاول نستفيد من هذا الشيء في الإيجابية إن شاء الله، استغلالها في حياتنا بشكل عام. رح نتكلم اليوم عن الضغط النفسي. الضغط النفسي اللي هو يعتبر عبارة عن مثيرات خارجية أو داخلية تؤثر على الإنسان وتجعله يقوم بردود أفعال إما سلبية أو إيجابية، وقد تكون إرادية أو غير إرادية. فأنت اليوم عزيزي المشاهد عندما تشاهد نفسك أو ترى عندك بعض التصرفات الغريبة الغير طبيعية، مثل قضم الأظافر، مثل أحيانا قد يكون عندك تدخين زائد مشاجرات منازعات مع الناس اللي حواليك، ممكن يكون عندك أحيانا صداع، آلام في الظهر، آلام في المفاصل، آلام في الرقبة لا تعرف لهاي الآلام مبرر، ممكن يكون عندك اكتئاب، ممكن تحس في أنه عندك اضطرابات في الرغبة الجنسية، تكون عندك كثير الرغبة في النوم، ممكن يكون عندك أحيانا الكسل، عدم الرغبة في الذهاب إلى العمل. فكل هاي الأشياء إذا كنت تلاحظها على نفسك فأنت عندك أو تعاني من الضغط النفسي عزيزي المشاهد. فأنت تحتاج إلى هذه الحلقة حتى تتعلم إن شاء الله في قسمنا الآخر التقنيات اللي من خلالها تستطيع التخلص من الضغط النفسي حتى تخدم نفسك وشخصيتك وتخدم الناس اللي حواليك. كثير من الحالات اللي كانت تتم معي في دراستي لحالات الناس اللي عم يجوا عندي استشارات، كانت في بعض منهم آباء وأمهات يسألوني عن إنه ليش ابني اليوم كان عنده حافز قوي للدراسة، وكان يعني متطور في دراسته وكان متميز في دراسته، وفجأة في لحظة من اللحظات نتفاجأ إنه هو ما عاد يحب الدراسة، ما عاد يحب يروح يقدم امتحانات، أو ما عاد يحب إنه هو يقوم يدرس، يحتاج دائما إلى تحفيز من أهله ويرفض تماما إنه يروح للدراسة. تمام، الآن لو بدي أرجع لهي الحالة اللي هي تكررت أكثر من مرة معي من خلال الدراسات اللي بعملها، بشوف إنه هذا سببه هو الضغط النفسي. لكن اليوم جهل بعض الناس في الضغط النفسي وفي أعراضه ما بيخليهم يعرفوا هذا الشيء، وبالتالي يعزوا هذا إلى أسباب أخرى ويأخذوه أحيانا إلى طبيب نفسي حتى يشوفوا شو هو المشاكل وشو هو العلاج، وأحيانا ممكن ما يروح حتى لعند طبيب نفسي وبالتالي يخسر سنة الدراسة تبعه، وبالتالي يتأخر عن زملائه في الدراسة ويدخل في مشاكل نفسية أخرى أيضا. لذلك خلينا نحكي الآن عن المراحل اللي بيمر فيها الضغط النفسي. هي 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الانتباه، وهي إذا أنت عزيزي المشاهد لاحظت في أحد هاي الأعراض اللي حكيت عنها من شوي هي عندك موجودة، فإذا هناك بداية للضغط النفسي. لذلك تستطيع من خلالها إن شاء الله بعد تطبيق التقنيات اللي راح نعلمك إياها في القسم الأخير من حلقتنا اليوم، اوكي، وبالتالي تتخلص من هذا الضغط النفسي حتى ما يتطور ليصل الى مرحله الاجهاد والاستنزاف اللي تقودك لامراض نفسيه كثيره. اذا هاي المرحله الاولى هي مرحله الانتباه او الانذار بوجود الضغط النفسي. المرحله الثانيه هي مرحله المقاومه، انه في اشخاص يشعر انه في عنده ضغط نفسي عم بيصير بسبب احيانا كثره المسؤوليات، بسبب كثره المهام في العمل، بسبب عدم قدرته على التوفيق بين متطلبات البيت، متطلبات الاسره، متطلبات الاولاد، ومتطلبات
صعوبات العمل، وخاصة عند النساء. وهي كمان في دراسات كثيرة حصلت عندي واستشارات كثيرة من النساء، لاحظت أنه عندهم سببها المشاكل النفسية اللي عندهم هي ضغط نفسي أثر على علاقتهم بأبنائهم، أثر على علاقتهم بأزواجهم، أثر على علاقتهم حتى في أهلهم وحتى مع ذاتهم هم أنفسهم. لذلك المرحلة الثانية هي مرحلة المقاومة، لما يشعر الشخص أنه هو عنده هذا الشيء ويستمر ويكابر ولا يحاول أنه يتخلص من هذا الضغط النفسي، تؤدي به للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإجهاد والاستنزاف، اللي تؤدي فيه للأمراض النفسية اللي هي مثل الاكتئاب، ومثل أحيانا أمراض حتى ذهنية اللي هي قلة التركيز وقلة التذكر أو النسيان الغير طبيعي في بعض الأحيان، وهذا يحدث لكثير من الطلاب. لذلك لاحظوا اليوم عزيزي المشاهد أنه الضغط النفسي أثر على حياتنا بشكل كبير جدا، لذلك لازم نحاول نتخلص منه إن شاء الله، وهذا راح يصل إن شاء الله بقسمنا الأخير اللي راح نتكلم فيه على التقنيات اللي تخلصك من هذا الضغط النفسي. عزيزي المشاهد، وصلنا لآخر قسم في حلقتنا اليوم اللي نتكلمنا فيها عن الضغط النفسي، والآن راح نتكلم عن التقنيات اللي تفيدك كيف أو تساعدك أنه تتخلص إن شاء الله من الضغط النفسي. في أول تقنية بحب أتكلم فيها اللي هي لاحظتها من خلال أيضا الدراسات. أنا بحاول الآن أجيب تجارب حتى أنت تأخذ تجارب عملية تطبقها. التجربة الأولى هي أنك أنت تقوم بتنظيم وقتك. لما أنت تقوم بتنظيم وقتك، أول شيء يكون عندك وقت منظم، برنامج منظم، تعرف مهامك وخدمات أو واجباتك اليومية اللي أنت حتقوم فيها، وتكون هذا الوقت منظم كمان وقت لممارسة أشياء أنت تحبها حتى تحاول من خلالها تفريغ الضغط النفسي أو الأفكار السلبية اللي انشحنت فيها من خلال الضغط هذا اللي عم يصير لك باستمرار. فإذا أول شيء هو أنك أنت تقوم بوضع برنامج لتنظيم نفسك. 2، وهو الأهم أنا بعتبره، اللي هو التنفس بعمق، ولكن التنفس اللي يتم من خلال الحجاب الحاجز، لأنه التنفس شيء مهم جدا جدا، من خلاله نستطيع إعادة برمجة العقل اللاواعي من خلال الاسترخاء وزرع أفكار جديدة تساعدنا حتى نتخلص من الضغط النفسي. التنفس حيكون بطريقة بسيطة جدا، الآن راح أعملها أمامك عزيزي المشاهد حتى تحاول تطبقها بشكل مستمر. تستطيع أنك تطبقها في أي وقت، في أي مكان، في بيتك، في سريرك، في عملك، في سيارتك، ما في أي مشكلة. تستطيع أنك تختار أماكن تحس فيها بالراحة النفسية، مثل ما أنت شايف الآن حوالينا في جو طبيعة جميلة. اللون الأخضر، ذبذبات اللون الأخضر تؤدي إلى الاسترخاء للعقل اللاواعي. اللون السماء الزرقاء أيضا، لون البحر، صوت البحر، موج البحر، كل هذا يؤدي إلى استرخاء للعقل اللاواعي تبعك، وبالتالي يساعد على تفريغ شحنات السلبية، وبالتالي تفريغ وانتهاء من الضغط النفسي. التنفس بيصير بهاي الطريقة، أنه نحن نضع ايدنا اليمنى او اليسرى ليست مشكله على الصدر، واليد الثانيه على البطن طبعا. والتنفس راح يكون من الفم وليس من الانف، لانه التنفس من الفم يؤدي الى استرخاء اكثر من التنفس من الانف. بهذه الطريقه بحيث انه تسحب انت زفير وتحبس عده او عدتين، وبعدين أو تسحب شهيق عفوا في البدايه وتحبس عدتين، ومن ثم تعمل الزفير ببطء، ولكن اثناء الشهيق ينتفخ البطن، واثناء الزفير تفرغ الهواء من البطن تماما. نجربوا التجربة مع بعضنا ونشوف كيف انت راح تحس بالراحة النفسية. بتقدر تطبقها معي الآن، وبتقدر عزيزي المشاهد انك تجيب ورقة وقلم الآن وتكتب هاي التقنيات حتى تساعدك على انتهاء ان شاء الله من او التخلص من الضغط النفسي. في بداية الأمر التنفس بهاي الطريقة راح يكون نحبس عدتين وبعدين زفير، بهذه الطريقة البسيطة أنت ممكن تتخلص من الضغط النفسي وتعمل استرخاء للعقل اللاواعي. الطريقة الثالثة هي القيام ببعض التمارين الرياضية. اللي ما كان هو منظم برنامج وما عنده برنامج وما عنده وقت، بيشعر انه ما عنده وقت، ممكن تفيق بكير شوي او تنام بكير حتى تقدر تصحى بكير شوي، وبالتالي تخصص نصف ساعة من وقتك على الأقل تعمل رياضة المشي اللي هي ممكن تساعدك بشكل كبير جدا بتفريغ الشحنات السلبية والتخلص من الضغط النفسي اللي عندك. ممكن تقوم بالتأمل. التأمل طبعا تقنية رائعة جدا، ولكن راح نتكلم عنها إن شاء الله بحلقات قادمة حتى نطبقوها بحذافيرها وتتعلمها وتتقنها وتستفيد إن شاء الله من خلالها في التخلص من الضغط النفسي، وحتى زرع أفكار إيجابية جديدة. وأيضا لا ننسى
أهمية الاسترخاء اللي هو بيصير من خلال أنك أنت تجلس في مكان تتمدد وتسترخي، تغمض عينيك، تجفن. مجرد أنك أنت تجفن 50% من التشنج راح يروح من عندك، وبالتالي تتخلص من الضغط النفسي في درجة حتى تنتهي منه تماما إن شاء الله. عزيزي المشاهد، انتهينا من الحلقة الأولى اللي كانت تتكلم عن الضغط النفسي، وإن شاء الله راح تكون حلقتنا بكرة عن شيء أيضا مهم جدا في حياتك ومؤثر جدا في حياتك، واللي هي الغضب. إن شاء الله غدا سيكون في عندنا تقنيات نتخلص منها من الغضب، اللي هو شعور يؤدي بك إلى كثير من المشاكل النفسية وحتى الاجتماعية. كون معنا إن شاء الله بكرة، ونلتقي في الحلقة القادمة.